معلومات عن أصل جنسية الدكتور مثنى سرطاوي. ولماذا سحبت منه الجنسية الكويتية؟ في عالم الطب، حيث تتطلب الجراحة دقة متناهية وابتكاراً مستمراً، برز اسم الدكتور مثنى مثقال سرطاوي كأحد أبرز جراح العظام في العالم العربي والعالمي، بفضل إنجازاته العلمية وتقنياته المبتكرة التي غيرت مفاهيم جراحة استبدال المفاصل. الريادة في جراحة استبدال الركبة. الدكتور السرطاوي هو جراح عظام كويتي حاصل على البوردين الأمريكي والكندي، وهو مخترع طريقة Modified Interfacial Approach، وهي تقنية جراحية متقدمة لاستبدال مفصل الركبة تتيح الحفاظ على الأوتار والعضلات، مما يقلل الألم ويسرع التعافي. هذه التقنية المبتكرة منحته براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة. وبفضل هذه الطريقة، تمكن الدكتور السرطاوي من إجراء أكثر من 2500 عملية استبدال مفصل ركبة، محققاً نسبة نجاح وصلت إلى 97%، وبلغت نسبة الشفاء من خشونة الركبة باستخدام تقنيته نحو 98%. المسيرة العلمية والمهنية. بدأت رحلة الدكتور مثنى سرطاوي في جامعة الخليج العربي في البحرين، حيث حصل على شهادة الطب عام 2006. ثم واصل تدريبه الجراحي في الكويت وكندا، وحصل على زمالة مرموقة في جراحة المفاصل من مركز راش الطبي في شيكاغو. تنقل في محطات علمية وعملية مرموقة، حيث عمل أستاذاً مساعداً بجامعة إلينوي، وترأس قسم جراحة العظام في مركز كريستي كلينيك، كما شغل منصب مدير مركز التميز في مستشفى OSF بالولايات المتحدة. الجوائز والتكريمات. نال الدكتور مثنى سرطاوي تكريماً من أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تقديراً لإنجازاته. كما حصل على جائزة الإنجاز في جراحة استبدال الركبة من أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمدي في عام 2022. وفي عام 2023 حصل على جائزة أفضل طبيب زائر من مستشفى كينغز كوليدج لندن، متفوقاً على نخبة من الأطباء العالميين. يشغل اليوم منصب مدير مركز التعافي السريع لجراحة المفاصل في مستشفى كينغز كوليدج لندن في دبي. كما يجري عمليات في مستشفى ذا فيو في قطر، ومستشفى إنترهيلث في الرياض. يمتاز الدكتور السرطاوي باستخدام تقنيات تتيح للمرضى مغادرة المستشفى في نفس اليوم بعد إجراء جراحة استبدال الركبة، مما يحدث ثورة في جودة الرعاية وتسريع الشفاء. أصل عائلة مثنى سرطاوي. ينتمي الدكتور مثنى إلى عائلة أكاديمية عريقة، فوالده الدكتور مثقال السرطاوي من أوائل الأكاديميين الذين خدموا في جامعة الكويت منذ السبعينات، وتقلد مناصب مرموقة في القطاعين العام والخاص. أما شقيقه الدكتور محمد السرطاوي فهو أستاذ جامعي، مما يعكس بيئة علمية ساعدت في بناء مسيرته المتألقة. سبب سحب الجنسية الكويتية منه. رغم الجدل الذي أثير عام 2025 بعد قرار السلطات الكويتية سحب جنسيته لعدم انطباق بند الأعمال الجليلة عليه، يبقى الدكتور مثنى السرطاوي رمزاً للتميز العلمي والابتكار الجراحي. فقد أثبت للعالم أن الطموح، مقرونا بالعلم والتفاني، يمكنه أن يتجاوز الحدود، ويضع اسم صاحبه بين رواد الطب عالمياً. إذا أعجبك هذا الفيديو، لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة لتكتشف قصصاً ملهمة أخرى عن عقول عربية صنعت فرقاً في هذا العالم.